أهلا بكم مع شخصية جديدة من رواد ورائدات السينما المصرية. أمينة رزق من رائدات المسرح الأوائل، وامتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 7 عقود، وقدمت مئات العروض المسرحية وعشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية. عرفت بأداء دور الأم المصرية، تفوقت على خالتها أمينة محمد في التمثيل عندما التحقتا معا لفرقة رمسيس المسرحية في بدايتهما الفنية. أنتجت فيلما واحدا وهو ضحايا المدينة، أحد مؤسسي شركة الفنانين المتحدين التي تكونت في الأربعينات مع المخرج أحمد بدرخان ومدير التصوير عبد الحليم نصر والمكير في ذلك الوقت حلمي رفلة. كانت مرشحة لأول فيلم في السينما وهو فيلم ليلى، ولكن بسبب شروط عقدها في المسرح مع فرقة رمسيس حالت دونها وبين البطولة. شاهدوا الحلقات كاملة على قنواتنا وصفحاتنا المتنوعة. شكرا لكم.